أكيد الارتباط من وراء الأهل حرام، لأن الارتباط خارج إطار الزواج ربنا حرمه، وأكيد الزواج بيبقى قدام الأهل. وبالتالي يبدو أن السؤال عن الصحوبية، عن العلاقة بين الولد والبنت قبل سن الجواز أو حتى في سن الجواز بس مش خطوات الجواز. وإحنا نهينا، يعني ربنا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرونا إن إحنا ما يبقاش في علاقة بين الولد والبنت إلا العلاقة الشرعية اللي اسمها الزواج، اللي بتبدأ ب قراية الفاتحة عند المصريين مشهورة جدا، الخطوبة، كتب الكتاب، كلها خطوات ربنا يرضى عنها سبحانه وتعالى والأهل بيباركوها. وطبعا جوه الخطوات دي في ضوابط في العلاقة في وقت قراية الفاتحة، وقت الخطوبة، والناس عارفاها وممكن ترجعوا لفيديوهات كتير. وبالتالي البركة والمدد والعون ينزل من الله على العلاقة الحلال، والشؤم والفقر وضنك المعيشة والإحساس بالضيق بينزل على العلاقات المحرمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى يبارك في الحلال ولا يبارك في الحرام. والله أعلم.